عزيزي المشاهد، أنت الآن على قناة قلب الفيلم. يا ريت تدعم القناة بلايك واشتراك وتفعيل الجرس. يا مساء الفل والجمال على كل الناس. فيلم النهارده مش معمول للعيال الصغيرة، ولو سنك أقل من 18 سنة يا ريت ما تشوفش الفيلم، لأنه مليان إثارة ورومانسية وحب. من الآخر فيلم تقيل ومش لأي حد. يلا هات كوباية الشاي المتينة وخليك معايا يا معلم. بتبدأ الحكاية مع شاب مكافح جدا وبيعتمد على نفسه واسمه ريان. عنده حوالي 25 سنة، لكن للأسف بنشوف الحزن في عينيه علشان مامته ماتت، وكمان والده دخل السجن بتهمة قتل مراته أم ريان. علشان كده تشوف الكسرة والحزن على ريان. وبعد كده بنشوفه وهو بيلم حشرات مع صاحبه كريس علشان يبيعها ويصرف على روحه، وكريس يعتبر أعز أصحابه، هو الوحيد اللي على طول واقف جنبه وبيحاول يعوضه غياب مامته ووالده. بعد فترة بنشوف بيتر والده طالع من السجن بعد ما خد براءة في قضية قتل مراته أم ريان، وكان زعلان جدا على عمره اللي راح والأيام اللي قضاها في السجن، واليأس والإحباط مسيطرين عليه. بعد كده رجع البيت وخد شاور علشان يهدي نفسه وينسى اللي حصل فيه، لأن ياما في السجن مظاليم. في المشهد اللي بعد كده بنشوف ريان وهو راجع البيت بعد ما خلص هو وصاحبه كريس لما حشرات. ساعتها اتفاجئ ان والده طلع من السجن، وفضل يبص عليه فتره طويله وافتكر اللي عمله في مامته وخلاه ينحرم منها. وبنعرف يا معلم ان ريان عمره ما زار والده في السجن، لانه شاكك ان والده هو اللي قتل مامته، علشان كده بيكرهه جدا ومش عاوز يشوفه قدامه، وفضل يفكر هيعيش معاه ازاي. بعد كده والده بيتر راح عنده الغرفه ومد ايديه عشان يسلم عليه، وريان سلم عليه وهو متعصب جدا لان والده بيتر دمر حياته وخلاه يتيم. بعد كده والده بيتر عاتبه علشان ما زاروش في السجن، وريان ما ردش عليه. بعد كده والده طلب منه يجي يتعشى معاه، وهم بياكلوا مع بعض يا معلم والده بيسأله عن اخباره واحواله، وقال له ازاي قادر تعيش لوحدك في البيت من غير ما حد يخدمك. راح قال له انا عايش لوحدي والدنيا معايا تمام وبعمل كل حاجه بنفسي. راح بيتر والده قال له ما ينفعش الوضع ده، انا واحد كبير في السن وكمان مريض وعاوز حد يراعيني ويخلي باله مني. وبيتر عرف ابنه ريان ان هو هيتجوز علشان يجيب ست تخدمهم هما الاتنين وتخلي بالها من البيت. وساعتها ريان اتعصب جدا ومرضيش يرد عليه،